يا أهلا أهلا، كيف حالكم؟ اجيتكم اليوم بمفاجأة كتير حلوة. جيت أخبركم إنه قررت كل أسبوع أنزلكم وصفة من وصفاتنا الزاكية اللي أنتوا بتحبوها. أحكي لكم تفاصيل طبخها للي بحب هو يعملها في البيت. فأول طبخة حبينا نعملها هي المسخن مع الملوخية. بداية قطعنا بصلة ناعمة علشان نسلق الدجاج. بنحط منكهات هيل، قرفة، ورق غار. حنضيف المنكهات على البصلة ونقلبهم سوا، وبعدين نضيف الدجاج. أنا بحب أو خالته بتحب إنها تقلب الدجاج بالبصلة، بعدين تحط المي. ليه؟ لأنه بيعطي نكهة كتير زاكية لما نقلب البصلة بالدجاجة. يعني لما نشوف شوي الدجاج بلش هيك ياخد تحميرة خفيفة لون ذهبي، منضيف الملح، وبعدين منضيف المي السخنة ومنترك الدجاج لحتى يستوي. طيب خلينا نتفق انه انا جاي اخبركم عن وصفة احنا بنعملها، تمام؟ هي مش الاشي اللي دايما معروف، بدكم تتقبلوا اي اشي اختلاف الوصفة. لو تحبوا تعملوها او بتحبوا تعملوا الاشي العادي فهو اشي بيرجع لكم. زي ما شفتوا احنا كنا عم سلقنا بطاطا وقطعناها علشان احنا بنحطها فوق على المسخن بس يجهز. بتشوفوا قد ايه زاكي. هلا قطعنا بصلة المسخن شوي خشنة، حضرنا للوز، وهلأ صار وقت نعمل المسخن. بدنا نحضر البهارات: فلفل أسود، ملح، بهارات، وشوية هيل على البصلة. بس نقلبها شوي. رح نضيف السماق. طبعا أكيد كلكم عارفين إنه السماق هو الطعم المميزة للمسخن. إحنا بنستخدم سماق بلدي، لهيك ممكن تشوفوا إنه ما بيعطي لون، لأنه السماق البلدي فعليا ما بيعطي اللون الأحمر. هيك بصل المسخن صار جاهز. كمان نقعنا رز عشان الملوخية، والدجاج صار مستوي. رح نطلعه من الشوربة. وشوفوا هاي الخطوة، رح ننقع أو رح نغطس كل دجاجة بزيت المسخن علشان هلأ يعطي نكهة كتير زاكية، وبنحمره. نفس الشي بالنسبة للبطاطا، بعد ما سلقناها كمان غطسناها بزيت الزيتون البلدي، ورح نحطها بالفرن مع الدجاج. هلأ صار وقت نحضر المسخن. احنا بنستخدم خبز اسمه خبز تنور، مش طابون. هلا الطابون بيكون اخمر شوي، التنور شوي ارق، فهو أكيد بالآخر حسب الرغبة. شوفوا هلأ هاي خطوة كتير مهمة، وهاي سر المسخن الزاكي اللي بيكون محمر بنفس الوقت طري. بعد ما نحط البصل على الخبزة راح نرش الخبزة بشوية من شوربة الدجاج. هاي الشوربة راح تخلي الخبزة طرية بنفس الوقت محمرة. الشغلة الثانية كمان اللي كتير مهمة إنه إحنا كل رغيف بنحطه بالفرن لحاله أو رغيفين حسب ما الصدر بيوسع. ليه؟ ما بنحط كل الخبز مرة واحدة فوق بعض بالفرن، لا، كل رغيف لازم يتحمر لحاله. شوفوا شو بيطلع حلو وزاكي، وما بيطلع الخبز معجن. فهمتوا علي؟ طبعا كل رغيف راح نضيف عليه شوية لوز، وكمان الخبز بنخليه هيك شوي بعيد عن بعض لأنه بيعطي شكل كتير حلو للصدر، يعني بيكون شكله أحلى من لما نصفطه فوق بعض. وبالآخر بنحكي أكيد كل واحد إله طريقته. هيك الدجاج صار محمر، والبطاطا شوفوا شو شكلها حلو ومرتب. مع لقمة المسخن كتير البطاطا بتطلع زاكية، وكمان شكله حلو. هلا المسخن ما بيزبط من غير ملوخية، صح ولا لا؟ الملوخية خضرة زاكية من عنا، أكيد هي من تفريزاتنا، بتقدروا تطلبوها من عنا مفرومة فرم يدوي. عشان تكونوا عارفين إنه الملوخية عنا الكيلو بيجي بعلبة مثل ما أنتم شايفين، والعلبة نفسها مقسوم لنصين، كل نص كيلو محطوط بكيس عشان حسب طبختك إذا أنت بدك تستخدم نص كيلو أو كيلو كامل. هلأ إحنا هون استخدمنا نص كيلو بس، تقريبا هي ل4 أشخاص. شوفوا طريقة كيف تذوبوا الملوخية بالشوربة، إنه بنضلنا نحركها بالكفكير، ومع سخونة الشوربة رح تبلش الملوخية لحالها تنزل. رغوة الملوخية رح نشيل منها بس شوي صغيرة علشان نخفف المطة الموجودة بالملوخية. وهلأ صار دور نحط الثوم على الغاز. القدحة أهم إشي، اسمع صوت الدش أهم شي. وشوفوا ما شاء الله لون الملوخية أخضر بجنن، زي كأنها طازة، مش مطلعينها من الفريزر، لا هي طازة. خالته حبت تعمل الرز مع شعرية. هو حسب الرغبة أكيد، يا إما مع شعرية أو بدون، لكن حبينا نعملها هيك. فالإشي اللي انتو بتحبوه وبتفضلوه، شوية ليمون مع فجل، شوية فلفل أخضر، أكيد الملوخية بتتطلب هذا الإشي، وبتعطي شكل حلو للسفرة، الألوان حلوة للخضار.
وهيك رزنا صار جاهز. شوفوا ما شاء الله شو حلو ومفلفل كل حبة بحبتها. صار وقت نسكب الرز. الملوخية الخضرة الزاكي ريحتها شوفوا ما شاء الله اللون بجنن. هاي الكمية تقريبا ل4 أشخاص مثل ما قلت لكم. نسكب صحن رز مع شوية ملوخية مع تقسيمة المسخن الزاكي. شوفوا هلأ خالته بدها تحط لنا صحن زاكي نتغدى. تفضلوا معنا. شوفوا هي وجبة لعزومة كتير إشي فخم وكتير زاكي، أو للبيت إذا أنتوا حابين تقدروا تعملوا المسخن لحاله أو الملوخية لحالها أو السفرة كاملة زاكية مع قطعة دجاج. شوفوا الدجاج قديه مستوي وزاكي، حبة البطاطا مهروسة هرس. وبنحكي بسم الله وهيك صارت سفرتنا جاهزة.